النهاردة هعمل معاكم ألذ وأجمل وأسهل تتبيلة للدجاج المشوي. بيتبل كده وهو بيطبخ حاجة كده تحفة. الفراخ هتطلع معاكم كده جوسي، وحرفيا ريحتها وطعمها يجننوا، والصوص بتاعها بجد رهيب، حاجة كده تجنن. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي أسماء. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنا معايا في تتبيلة الفراخ، معايا صينية رفعتها على النار ونزلت فيها بمكعب زبدة ومعلقتين من زيت الذرة، ومعايا هنا بصلاية كبيرة مقطعها كده جوليان، وفصين توم مقطعهم صغنن قوي، وممكن بصلتين وسط. هنزل بيهم بالشكل ده، وهبدأ اقلب فيهم بقى. هياخدوا تشويحة لحد ما التوم يطلع ريحته، والبصل ياخد تشويحة حلوة كده ويديني لون احمر او اصفر كده فاتح بالشكل ده. ودلوقتي استمريت في تقليب البصل والثوم لحد ما الثوم دلوقتي طلع ريحته، بس ريحته تجنن. وهنزل عليه بواحدتين من الفلفل الرومي مقطعهم صغنن كده، وممكن فلفل سبايسي حار يعني حسب الرغبة. وهكمل في التقليب بالشكل ده. هديهم بقى تشويحة حلوة لحد ما البصل ياخد اللون الذهبي الفاتح بالشكل ده. ودلوقتي البصل خد معايا اللون الذهبي الفاتح ده زي ما انتم شايفين. هنزل بالبهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقتين كاري كبار، هنزل بيهم بالشكل ده مع الاستمرار في التقليب. هدي بس للبهار تشويحة بسيطة، وكمان هنزل برشة كده من السبع بهارات او بهارات فراخ اللي موجودة عندكم. ودلوقتي البهارات خدت تشويحة كده على النار، هبدأ انزل بالدجاج بتاعي بالشكل ده. كده نزلت بكمية الدجاج بتاعتي كلها بالشكل ده، وهبدأ بقى اقلب الدجاج او الفراخ يعني مع البصل بقى والبهر بالشكل ده. طبعا الفراخ انا غسلتها كويس قوي وكنت نقعاها في ملح وليمون. ودلوقتي بقى هستمر في تشويح الدجاج لمدة 5 دقايق مع استمراري في التقليب على كل الجهات بالشكل ده. اقلبه على كل الجهات، هديله لون من كل الجهات. ودلوقتي استمريت في تقليب الفراخ لحد ما خدت لون من كل الجهات لمدة 5 دقايق، وبعدين هشيلها بالشكل ده. كده يعني ما شاء الله شربت من التتبيلة بشكل حلو قوي، وكمان خدت لون احلى. هطلعها كلها بالشكل ده. بالشكل ده. وهنا بقى معايا 4 وحدات من الطماطم قطعتهم صغنن بالشكل ده، وهنزل بيهم على التتبيله. نزلت هنا بالطماطم بالشكل ده، ومعايا هنا 1 عصير ليمونه واحده يعني.
ضفتها هنا بالشكل ده. الليمون هيدي طعم رهيب. وهنزل بقى هنا عليها بنص كوباية من الزبادي بالشكل ده، معدل علبة صغيرة. طبعا الزبادي دي بقى هتنقل الفراخ معاكم لحتة تانية خالص. وهقلب بقى المكونات كلها في قلب بعضها بالشكل ده. قلبت بقى هنا المكونات كلها في قلب بعضها بالشكل ده، وهغطيها وعلى نار عالية وهسيبها لحد اما الطماطم تتسبك وتطلع المادة الدهنية بقى بتاعتها كده على الوش بالشكل ده. وهنا بقى كانت الطماطم اتسبكت بالشكل ده، طلعت المادة الدهنية على الوش. هنزل بالفراخ بالكمية كلها بالشكل ده. بتتبل وهي بتطبخ، حرفيا ريحتها رهيبة، التتبيلة والصوص بتاعها رهيب بصراحة بقى، مفيش اسرع من كده. ودلوقتي بقى هنزل بكوبايتين من المية بالشكل ده كده. نزلت بكوبايتين من المية وهغطيها بقى وهسيبها تستوي لمدة 70%، يعني هتستوي بنسبة 70%. هسيبها حوالي 10 دقايق وبعدين بقى هعرفكم هنعمل ايه. هغطيها بالغطا كده، يعني انا مش مخليه المية مغطية الفراخ كلها، يعني الفراخ باينة منها بالشكل ده. هغطيها هنا كده وهسيبها لمدة 10 دقايق وهخرجها. ودلوقتي سبت الفراخ استوت لمدة 70% زي ما قلنا، وهطلعها بالشكل ده. هطلع الكمية كلها. وهنا طلعت الكمية كلها بالشكل ده، وهضيف لها بقى دلوقتي الصوص. ضفت لها الصوص بالشكل ده وهدخلها الفرن وهشغل الشواية. هشغل من تحت برضو، هتاخد لون وهخرجها على طول. دخلتها هنا كده الفرن بالشكل ده على نار عالية، والشواية برضو على اعلى درجة، هتاخد وش وهخرجها على طول. وهنا ده بقى كان شكل الدجاج المشوي بتاعي النهائي. بصراحة شكلها تحفة وكمان طعمها رهيب بجد، بقى لازم تجربوها. طعمها حكاية، مش تنسوا طعمها ابدا، طعمها حلو قوي. تقدروا بقى كمان تعملوا جنبها رز بسمتي، البسلة، بطاطس، اي حاجة تحبوها. وكمان تقدروا تاكلوها كده، هي طعمها جوسي، طعمها وريحتها بجد يجننوا، طعمها رهيب قوي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.